رحلة للحب والنضج نحو زواج مسيحي ناجح. طب عشان نوصل للرحلة دي وعشان الرحلة بتاعتنا تبقى فيها حب وفيها نضوج، لازم نتخلص من حاجة كده بتتعبنا اسمها المشكلات الزوجية. نبدأ بالفلسفة بتاعتنا المسيحية للزواج، إن الزواج عهد وليس عقد. عهد يعني ربنا موجود في العلاقة. يعني من اول لما وقفنا هنا احنا عملنا اكليل هنا لسه يا بني؟ لسه هنعمل اكليل هنا وتاخدوا بركه اللي هنا المكان. لما العريس والعروسه بيقفوا هنا وابونا بيبارك العروسين، ابونا هو رمز للمسيح، وكللهما بالمجد والكرامه امين، باركهما قدسهما. الوقت ده بيحل الروح القدس على العروسين، وبنثق تماما انه نفس الحلول بتاع الزوجين هو الحلول اللي على الجسد والدم. يعني زي ما القربانه والامركه بتتحول لجسد حقيقي للمسيح الهنا، بنثق ان الاثنين بقوا ايه؟ واحد. من الوقت ده اصبح هي لحم من لحمي وعظم من عظمي، زي ما ادم قال على حواء زمان. يبقى اذا لما الفكر ده يكون موجود، لما يحصل اختلافات دي جزء مني. المشكله اللي عندها مشكلتي والمشكله اللي عندي بتاعتها، احنا الاثنين بقينا ايه؟ جسد واحد وكيان واحد. يبقى ده اول خطوه علشان لما يجي لنا مشكلات زوجيه افتكر ان هذه هي عظم من عظامي وهذه هي لحم من لحمي، من ساعه لما وقفنا هنا ايه؟ في الاكليل وبقينا حاجه واحده. يبقى اذا عهد، يبقى ربنا في العلاقه هو الضامن وهو الشاهد وهو الحامي وهو الحارس لهذا الكيان الجديد المولود، لان دي كنيسه صغيره لمجد المسيح. الزواج رحله وليس ورقه. الزواج رحله وليس ورقه، مش عقد احنا بنمضيه وهجيب ايه وانت تجيبي ايه ونختلف، لا. والزواج هي بدايه الرحله وليس نهايتها. احنا في خضم الخطوبه والتجهيزات والحياه بنعتبر ايه؟ دخلنا بقى ارتاح. اتاري بقى دي البدايه. احنا واخدين جزء كبير من خيالاتنا عن الزواج من الافلام. السيده الفاضله فاتن حمامه وغيرها. الحياه ورديه وخروج وفسح، وبعد الخروج سهره، وبعد السهره النور يطفي والفيلم يخلص. اتاري بقى الفيلم لسه هيبدا. اتاري فالزواج هو بدايه الرحله وليس نهايتها. احنا بقى مع خضم التجهيزات والحاجات دي نفتكر احنا ايه؟ دخلنا بقى ارتاح. اتاري بقى الست يا عيني عليها مسؤوليات وتجهيزات، والراجل عليه حاجات وديون واقساط. فنخش بقى ايه واحنا فاكرين ان الزواج خلاص، انا دخلت وطفى النور، انا الفيلم خلص، هبدا بقى رحله سعيده. اتاري الرحله لسه ايه؟ بنقول يا هادي باسم الصليب واشاره الصليب. فالمشاكل اللي بتيجي في بدايه الزواج او في رحلتنا في الزواج مش هي المشكله او مش هي النهايه، بس هي بتقول ان احنا ايه؟ انذار كده ان احنا محتاجين نمو تاني. يعني وجود مشاكل في العلاقه الزوجيه مش خطر او مش غلط، لكن بتدل ان احنا الاثنين محتاجين ايه؟ ننمو، نفهم الزواج بطريقه مختلفه، نطلع افكار الافلام التركي واللبناني والسوري والحاجات دي من دماغنا، ونبتدي بقى نعيش الواقع اللي ربنا كتبه لنا وزي ما الانجيل علمه لنا. اللي بيحكم هذه المنظومه كلها من بدايه الزواج اللي هي المحبه، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. يبقى لو في محبة، المشاكل دي بنعمة ربنا هنوصل لنقطة وسط عشان ايه؟ نتلافى المشاكل بتاعتنا. ابونا موصيني قال لي احنا عايزين الموضوع روحي، وفعلا احنا اساسنا مش ندي معلومات ولا نحلل شخصيات لا، احنا بندي مشورة مسيحية. فالنموذج اللي حضراتكم شايفينه ده اسمه نموذج البيت المسيحي، ليه قاعدة كبيرة وفوقيه شوية عمدان وقاعدة أصغر، وبعد كده قاعدة أصغر وفوق تربية الأبناء. أول قاعدة تحت خالص علاقة شخصية مع الرب يسوع، وبعد كده يحصل شفاء للنفس، وبعد كده تفاهم أسري، وبعد كده تربية أبناء. يعني لما يجي حد في المراهقة، ابنه في المراهقة ويشتكي أنا عندي مشكلة مع أولادي، أنا مش عارف أتكلم معاهم، ده بقوا حاجة صعبة خالص، دول قاعدين على الموبايل وهكذا وهكذا، أقول له ارجع خطوة تحت،
اخبار التفاهم الاسري ايه؟ يقول لي لا احنا مش قوي. طيب اقول له انزل تحت. شفاء النفس ده اللي هو احنا ما تربيناش في بيئه مثاليه، كلنا عندنا شويه غيره، شويه عدم رضا، شويه صغر نفس، على شويه شعور بالذنب، على شويه عدم غفران. فدخلنا العلاقه الزوجيه برضو واحنا ايه، مش نفسيتنا 100. فممكن حاجات بسيطة تضايقني، لو أنا عندي مثلا شعور بالنقص شوية، لو هو زوجي يكلمني بصوت عالي أقول له لا أنا مش خدامة، وهو برضه لا. فشفاء النفس ده دي محاضرات كتير هنتكلم عليها. التفاهم الأسري اللي هي المحاضرة بتاعتنا النهاردة، لكن القاعدة بقى العلاقة الشخصية مع الرب يسوع. العلاقة الشخصية مش ممارسات، مش أنا بحضر قداس وأروح، أنا بقرا في الإنجيل 5 دقايق كده الصبح وخلاص. حلو، كل ده جميل، تحضر القداس وتحضر المناسبات، لكن وانت بتحضر المناسبة محتاج تعمل علاقة. ابقى انا حاسس بالمناسبة، حاسس بصاحب المناسبة، حاسس بالعيد بطريقة مختلفة. الميلاد المسيح بيتولد، القيامة المسيح بيقوم معايا وانا بقوم معاه، في الصوم باخد رحلة نمو مع الاسابيع. في حد قال لي كده تشبيه بسيط عشان يقرب لي موضوع العلاقة الشخصية مع الرب يسوع. قال لي وانا نازل من البيت بقفل الباب بايدي اليمين ومقفل ايدي الشمال كده. طب ليه بتعمل كده؟ قال لي اصل انا باخد المسيح معايا وانا نازل. هي دي العلاقة اللي احنا عايزين نعملها مع ربنا، مش حاجة الجمعة عشان ابونا بيصلي قداس واروح وطول الاسبوع انا ماليش علاقة مع ربنا. لا، انا العلاقة دي مستمرة على مدار اليوم في صلواتي، على مدار الاسبوع الجمعة والاربع ايه اللي بيحصل، وعلى مدار السنة المناسبات. يبقى أنا عايش علاقة مستمرة مع ربنا، هي دي العلاقة اللي احنا بنسعى عليها كلنا. فلما يبقى في علاقة مظبوط هيحصل شفاء نفسي، اللي هي شوية المشاكل أو اللي احنا اتربينا عليها والضغوطات دي تبتدي تقل شوية، فالمشاكل تقل، فيحصل تفاهم أسري، فأعرف أربي أولادي مظبوط. يبقى الهرم ده لو احنا طلعنا من كلمتنا النهاردة بالهرم ده بس، أنا كده تمام. إحنا مش عايزين ناخد معلومات كتير، إحنا عايزين نطبق، عايزين ناخد. مش عايز أقول بعد فترة يا بصون اللي أنت بتقوله ده نظري، لا، عايز حاجة صغيرة كده نبتدي نطبق ونشتغل عليها ونتناقش فيها لحد لما تتهضم ونخش في الإيه؟ في المعلومة اللي وراها والمعلومة اللي وراها. إحنا مش عندنا حاجة عايزين نخلصها ونجري، لا، إحنا الغرض إن إحنا ننمو، ناخد خطوة لقدام، خطوة لقدام في العقيدة، خطوة لقدام في تاريخ الكنيسة، خطوة لقدام في الطقس، خطوة لقدام في حياتنا الزوجية، خطوة. لأن أنا بثق لو خدنا خطوة في أي فرع الخطوات التانية هتيجي إيه؟ متسارعة. فالبناء المستقر يبدأ من الأساس الروحي، وإيه؟ مش هينفع نقفز للقمة في تربية الأولاد غير لما تكون علاقة مع ربنا، شفاء للنفس، تفاهم زوجي، تربية أبناء. وده بنعمة ربنا لما حد بيجي لي يقعد معايا قعدة خاصة ويشتكي من ابنه، باخده بالترتيب. أخبار حضرتك ومراتك إيه؟ كان في، أقول له كان في دي، دي أثرت على الولاد. أثرت على الولاد بطريقة ما، ممكن يزعل مني بس ما بقولهالوش في الأول، يعني إيه؟ بحاول أفهمه واستوعبه، بس لما بنتكلم ونوصل لحتة تفاهم لا بتأثر على الولاد جامد. وبعد كده شفاء النفس. طب احنا بقى علاقتنا مع بابا وماما ايه؟ وحياتنا كانت عامله ازاي؟ وايه بقى لما حصل دخل فنبتدي ايه؟ ناخد ايه؟ الهرم من فوق لتحت. هرجع لحته روحيه تاني. اصل الزواج من ايام ادم وحواء كان زواج الهي اصيل، في وجود الله وفي حضرة الله ومباركة الله، تأسس في الفردوس وحصل اتحاد كامل، جسد ونفس وروح وحب نقي خالي من الأنانية. جت الخطية عملت إيه؟ حواء قالت إيه؟ آدم قال لحواء هي اللي السبب، وحواء قالت إيه؟ ده الحية. فإيه حصل؟ تفكك. فهم كانوا قريبين من بعض لما كانوا قريبين من ربنا. أول لما الخطية جت أو لما بدأت إيه؟ يرموا المشاكل على بعض وفي نفس الوقت يبعدوا إيه؟ عن ربنا. فتحول الزواج من زواج إلهي أصيل لحاجة بنسميها إيه؟ زواج اجتماعي بعد السقوط.
تحول تسلط وصراع وضاع الاتحاد الداخلي، وتحول الى عقد وتسلط وصراع. الراجل همه في العهد القديم يجيب ولاد ويتزوج كتير. ليه؟ فقدت المرأة هيبتها، وفقدت الزواج هيبتها. وبعد كده شوية نلاقي في العهد القديم بدأوا يسبحوا على المرتفعات وياخدوا ويزنوا ويبعدوا عن الهيكل، فالزواج انحدر أكتر. لكن الخبر الجميل إن الزواج رجع مسيحي تاني بالروح القدس لما السيد المسيح جه وحضر أول معجزة عرس قنا الجليل. بارك الزواج وقدسه ورجعه تاني لقداسته وروحانيته. بس احنا بقى علينا دور. هل بعد الفرح بحس ان انا اتناولت، ولا بطلع على سهرة ورقص؟ طب ما الروح القدس بيزعل من اول ليلة. لو انا واخد تناول ينفع اخد التناول واطلع حفلة بره، ولا انا بحافظ على التناول بتاعي وبقدسه؟ ما الروح القدس اللي على التناول هو الروح القدس اللي على العروسين. فأنا من أول يوم في الزواج بحافظ على الروح القدس ده، واخده بقى أنا وزوجتي كده وننمو بيه ونكبر بيه، ويبقى هو اللي بيحركنا يبقى الزواج المسيحي استعاد الأصالة بعمل الروح القدس، زواج إلهي متجدد مبني على البذل والمحبة. طيب المشاكل اللي حضراتكم قلتوها دي هنخش فيها هنعتبرها كده 4 عمدان، وهنتكلم معاهم بالتفصيل. بنسميهم 4 أعمدة متصدعة. يعني لو المبنى قايم على 4 عمدان أو 3 عمدان، في عمود منهم مش مظبوط. أول حاجة التسرع بالزواج دون النضج والإعداد الكافي، ودي ليها محاضرات، بس أنا ده العنوان. كمان في حاجة اسمها ضعف النضج الشخصي. يعني أنا بتزوج وأنا لسه علاقاتي مش حلوة مع أهلي ومش حلوة مع زمايلي، وممكن أنزل خدمة وأبقى عامل مشاكل مع إخواتي الخدام وداخل أرتبط. فطبعا دي علامات بتدل إن أنا لسه مش ناضج كفاية على الزواج. وكل ده بقى لما أنا أعرف نفسي أرفض إن أنا أتغير وأقول إن أنا صح والناس هم اللي غلط، وابتدي يبقى أنا رافض التغيير. يبقى الشخص الناضج بيقبل التعليم والتغيير، بينما الجمود ما بيخليش الواحد يتقدم. الآية بتاعتهم دي عشان نلخص ده كله: اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا تقووا. لو أنا عندي مشكلة لازم قبل ما أخش على خطوة الزواج أبقى راجل. الست تقول لي راجل؟ أصل الرجولة دي صفة. يعني الست راجل يعني مسؤولة، والراجل راجل يعني قد كلمته. فاذا قبل ما نخش في الزواج محتاجين ما نتسرعش، محتاجين نعمل نضج شخصي، محتاجين لو انا حسيت ان عندي حاجه غلط ابتدي اتغير. شايفين الخريطه اللي حضراتكم قدامكم دي خريطه المشكلات الزوجيه. ببساطه عندنا 3 حاجات: جذور فكريه اللي هي واخدينها من الميديا ومن الاعلام ومن الممارسات الغلط، وخلل في العلاقات اللي منها التواصل اللي حضراتكم قلتوها، وتمركز حول الذات اللي هي انا ورأيي ومحدش عايز يتنازل، وعدم تحديد الدور. يعني منها مشاكل الحياة وضغوطات الحياة، فأنا الدور بتاعنا مش متظبط من أيام زمان. كلنا كل واحد بيرمي على التاني شوية. آخر حاجة التحديات التكوينية، يعني إعداد غير كافي، اختلاف في القيم، اختلاف في الاحتياجات، هموم الحياة وأسباب أخرى. هنتكلم في كل ده ببساطة. يعني كل نقطة اعتبروها، ما تعتبروهاش النقط الكتيرة دي عشان ما تتخضوش. هنتكلم في 3 محاور: حاجات فكرية، حاجات في العلاقات، في الإعداد للزواج حاجة صغيرة. طب أنا هقول لكم الفكرة وأنتوا تقولوا لي التصحيح بتاعها. هي مكتوبة على الشاشة اللي يعرف يلقط. يعني أول حاجة الزواج من أجل الإشباع الجنسي. أنا عايش طول عمري لوحدي وما صدقت إن أنا أتجوز، فخلاص بقى ده بقى مفتوح على البحري. إيه رأيكم في الفكرة دي؟ غلط. إيه الصح بتاعها؟ الغرض من هذا الاتحاد إحنا بنتحد مع بعض من أجل الاتحاد بالمسيح. العلاقة دي علاقة مقدسة، بدليل ان احنا بنبدأ حياتنا هنا قدام المذبح، وزي ما احنا قلنا بنتحد مع بعض بالروح القدس. فهذه العلاقة علاقة مقدسة. الافكار اللي واخدينها من العالم دي غلط. العلاقة مقدسة، بنتحد بالآخر لكي ما نتحد بالمسيح، وينتج عن هذا الاتحاد كنيسة صغيرة، أولاد مباركين نفرح بيهم الكنيسة، شهداء ورهبان وكهنة وكل دوت. فلما تبقى الفكرة داخلة من أجل الإشباع فقط،
ده انا داخل عشان افرح زوجتي وافرحها وهي كمان تفرحني. كل واحد يسعى في هذه العلاقه من اجل اسعاد الاخر، مش الواحد يدور على مزاجه هو بس. فالفكره من الاول فكره خطا. التصحيح بتاعها بتحد بالاخر من اجل الاتحاد بالمسيح، وينتج عن هذا الاتحاد كنيسه صغيره تمجد اسم المسيح، وكل شخص في هذه العلاقه من اول ما يخش الباب لا، الغرض هو اسعاد واشباع الاخر. يبقى دي اول فكره اتربينا عليها غلط. تاني، الزواج عايز استقر نفسيا، انا بقى عايز حد يريحني، فالزوجه متوقعه ان زوجها هيفرحها ويقدم لها كل الامكانيات ويجيب لها نجمه من السماء، والزوج عايز يخش يلاقي البيت كويس وهادي والاكل جاهز. يبقى كل واحد ايه، انا بقى عايز استقر. مش فاهمين ان احنا داخلين، ان احنا الاثنين شركه، داخلين مركب، عايز حد يجدف من ناحيتي وحد يجدف من ناحيتي، ونجدف احنا الاثنين في اتجاه واحد. فجوهر الاستقرار هو التفاهم والاحترام المتبادل والاتفاق معا على حب ربنا. اول هدف الاخر، انا عايز اجيب عيال، ده العيال دي نعمه من عند ربنا، وعايز افرح امي وعايز افرح الدنيا كلها وعايز اجيب الولد. فطبعا الطفل قبل ما تفكر في طفل فكر في تجهيزاته، وفكر في تربيته، وفكر في اتفاقك انت ومراتك الاول علشان البيت يطلع مقدس. زي ما هنقول في الاخر، الولد عنده كاميرا 24 ساعه بيسجل اي موقف عابر، اي طريقه مش مظبوطه بتتسجل وبتتحفر في الدماغ وبيطلعها في وقت ما بتعرفوش، في الوقت يبقى خلاص. لو في مشاكل كتيره ولد عمال يسجل يخزن يخزن يخزن، في وقت خلاص هيبقى استكفى، هيبقى اتعقد من الزواج وتعقد من الحياه وحاجات كتيره مش هنعرف نتكلم عشان في اطفال موجودين. يبقى شخصيه الطفل بتنمو في نوع البناء الزوجي والمناخ الذي ينشا فيه. فعندنا 3 افكار لو ابتدينا نتحرر منهم يبقى احنا عملنا وقايه لزواج مقدس، ووقايه لفكر جديد في الزواج. طيب، خلل العلاقات، هتكلم في حاجه واحده بس اللي هي التواصل. التواصل ليها محاضره لوحديها هنتكلم ونحكي فيها مع بعض كتير، لكن النضج الحقيقي هو القدره على الاستماع بوعي والتحدث بنعمه. لما اجي اتكلم ما اتكلمش باسلوب هجومي، انت عملت كذا وانت عملت كذا. اول لما قلت انت واول لما قلت انت البيت ولع. ليه؟ انت دي اتهام، فلما واحد بيتهمك بحاجه لازم ارد والتاني يرد، يبقى احنا دخلنا في صراع حياتي مش هيخلص. فارجوكم لما نيجي نتكلم عبر بطريقه الاي مسج. الاي مسج يعني انا اشعر بيه، انا محتاج الى، بدل ما تقول ولادك هم اللي تعبني ومش عارف انام، قول لها انا محتاج انام. ممكن يبقى فيه شويه هدوء. مش هي صح؟ وحضرتك قلت له انت ما بتجيبش، متاخر عليا لكن حضرتك قلت له انا محتاجه احس بيك اكتر. ما هي بس طريقه الاي مسج، انا اشعر بيه، انا محتاج الى، وصلت الرساله يحصل منها تعاطف. زوجك يتعاطف معاكي في احتياجك، وانت تتعاطفي معاه لما هو يقولها لك بطريقه الاي مسج. ده كلام كتير هنتكلم فيه، بس ده ملخصها اختيار الكلمات التي تبني وتحترم كرامه الاخر. والايه بتاعتها ليكن كلامكم كل حين بنعمه. في الاستماع الانجيل قالها بصراحه، احنا ما جبناش حاجه من عندنا. ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. لو اتبعنا الحاجتين دول نسمع كويس، اسمع بقلبي مش بودني، اسمع ما وراء المشاعر، ما وراء الكلمات من مشاعر، هتلاقي طريقه الحديث مختلفه مع بعض. نيجي بقى للنقطه حضراتكم اتكلمتوا عليها اللي هي الانا عامله زي الترس الشمال دول. فاكر الترس الشمال ده؟ كل واحد بيلف حوالين ذاته، والترس حتى ما فيش شويه شحم بينه، فتحس ان هو مطلع نار. كل واحد انا ما فيش التقاء. لكن الاتحاد في المسيح يعمل الاثنين داخلين في بعض
وبينهم الصليب. فالحلول الأرضية الاتفاق معا على حب الأرضية المظبوطة، الاتفاق معا على حب الله والعمل لهدف مشترك هو ما يبني الاستقرار الزوجي الحقيقي. لكن التمركز حول الذات والأنانية بتدمر التفاهم والاحترام المتبادل وتجعل الشريك أداة لتلبية الاحتياجات الشخصية. كل واحد عايز مزاجه، كل واحد عايز أنا رأيي اللي يمشي، أو أنا محتاج كذا، ما بيفكرش في الطرف الآخر عايز إيه أو محتاج إيه. الأنا الذاتية والموضوعية موضوع كبير برضه، هنتكلم إزاي حديثنا يبقى موضوعي بيهتم بالموضوع، مش كل واحد بيهتم بذاته. ده برضه هناخده في مرة تانية. النهاردة اعتبروه كده إيه، عناوين بتفتح إيه الموضوعات المختلفة. فالأنا مقابل الاتحاد، الأنا بتعمل مشاكل لكن الاتحاد بيحل المشاكل الزوجية. في التمركز حول الذات، استكمال النقطة اللي فاتت، ببتدي أركز على العيوب، بنسى كل مميزات شريك حياتي واقول له عمل وعمل وحماتي عملت وانت عملت واهلك عملوا، يبقى انا ايه، بنسى كل المميزات وحاطط قدام العيوب. فالعيوب ايه، تزيد. لما اركز على المشاكل والعيوب هتلاقي العيوب ايه، بتزيد. لكن لما اركز على الحاجه الحلوه، الحاجه الحلوه تكبر واشجع عليها، فتلاقي السلبيات ايه، راحت. لما كمان في التمركز حول الذات ببتدي المقارنات، اقول لها بصي فلانه لابسه ازاي، بصي اكلها عامل ازاي، وحضرتك برضو بص العربيه وبص مش عارف ايه. فطبعا المقارنات دي بتحس الطرف الاخر انه ايه، انه قليل وبتوسع الفجوه بينهم. فركز على العيوب وبعد كده اخش في المقارنات، فبيحصل بقى صراع عشان اثبت ان كل طرف ايه، التاني هو الغلط مش انا. او لما احس بصغر نفس احاول ان انا برضو ادافع، فده يؤدي لدفاع وعناد وتبقى الدايره شغاله. تركيز حوالين العيوب، مقارنات، صراع، دفاع، وهكذا. يبقى لان النقد عاده بيقابل بالعناد. اي نقد بيقابل، لو انا بدات بالنقد هتلاقي قدامي عناد على طول. لكن لما انا اعبر عن وجهه نظر الاخر بطريقتي انا محتاج الى او انا اشعر بيه، هتلاقي الطرف الثاني ايه، بيتعاطف معايا. فحته التمركز حول الذات دي بنقول لها جمله صغيره ليها تفسير تاني بقى: الانفتاح على الاخر مجازفه لا يدفعنا عنها سوى الحب الحقيقي. عشان انفتح على زوجي وزوجي ينفتح معايا، يبقى لازم ايه، يبقى بينا حب حقيقي. اخر حاجه هنتكلم فيها الاختلافات وتحديد الادوار. بنشبه كده الزواج زي شنطه تقيله انا شايلاها لوحدي. هقدر شويه، بس هتلاقي ايه، خسوع. لكن لما يبقى ليها ايدين، الاخ ام واثنين ايه، يشيلوها اثنين، احنا الاثنين بنشيل مع بعض، احنا الاثنين ايه، بنخف الحمل على بعض. زي كده قطر ماشي، ينفع عربيه تمشي كده وعربيه تمشي كده؟ لا، العربيه لازم تبقى ليها اتجاه واحد وهدف واحد وطريق واحد. فلما نحدد الادوار المنزليه حتى ببساطه، يعني الراجل لها ايه، انا بحب اشتري الحاجات من بره، هجيب لك الحاجه وانا جاي، والست تقول له لا انا خلاص انا هجيب دي النهارده. يبقى في ايه، تحديد كده الادوار، يومي، اسبوعي، شهري، او بتبقى بالعاده، بس كل واحد ايه يقوم بالدور بتاعه، ما يرميش الدور على الايه الاخر. اختلاف الاهتمامات والاحتياجات دي هنعمل لها محاضره لوحديها اللي هي اسمها سيكولوجيا الرجل والمراه. بس ملخصها ان انا وزوجي اتربينا في بيئات مختلفه وبطريقه مختلفه، فانا ليا اهتمامات مختلفه. انا بحب اروح قداس، انا بحب احضر الاجتماع، وانا وحضرتك بيحب مثلا يروح يقابل اصحابه مره في الاسبوع بالاتفاق. مش كل واحد ما يجبرش التاني ان هو يبقى نسخه من الاخر ويبقى ليه نفس الاهتمامات بتاعه، لا، نسيب لبعض شويه ايه، حريه، وشويه ايه، كل واحد يعمل اهتماماته. بل بالعكس، انا ممكن اقول لها ايه، انا هاجي احضر معاكي الاجتماع، وحضرتك تقول له ايه، لو زوجات صحابك موجودين انا هروح معاك. يبقى كل واحد ايه، شارك الاخر ايه في اهتماماته، يبقى ايه، يبقى التعاون بقى زاد والمجالات بقت ايه، فيها اهتمامات مختلفه. الاحتياجات بقى بالتحديد دي هنتكلمها في محاضره السيكولوجيه. اتكلمنا عن الخطوبه، انا برضو الوقت ايه يا ابويا، هتكلم شويه عن الخطوبه علشان اللي داخلين حياه زوجيه جديده ياخدوا بالهم. بنقول الخطوبه مساحه للاكتشاف وليس للتجربه. ساعات لما نخطب او نتخطب، همي الاساسي ايه، عايز اجرب مشاعر الحب، عايز اخرج، عايز اتفسح، عايز مشغول اكتر بالتجهيزات والحاجات دي، وانسى ان انا شريك حياتي اللي انا او خطيبي ده هيعيش معايا العمر كله، وخطيبتي اللي انا فرحان بيها وربنا يسعدكم ويفرحكم كلكم هعيش معاها العمر كله.
لازم في الفترة دي أشوف العيوب قبل المميزات، أشوف العيوب قبل المميزات، وأبقى مقتنع إن العيوب دي للأسف والعلم بيقول مش هتتغير غير بشروط هنقولها دلوقتي. يبقى شريك حياتي لو شايفاه بخيل شوية هستحمل وابقى عارفه ان انا هعيش معاه كده. لو زوجي بيشرب سجاير ما تقوليش هبطله السجاير وانا ما بحبش السجاير، ما ينفعش. مش هيتغير غير لو عنده تواضع وبيحبك، ودي بعد فترة. فأنا في فترة الخطوبة لازم أشوف شريك حياتي بعيوبه قبل مميزاته. ما أقولش جاهز معاه العربية ومعاه الفلوس كويسة وشقة في مكان كويس، ببص على كأني نازل أشتري غسالة، أو أنا عايزة عينيها شعرها أصفر وعينيها خضراء وطويلة لا، أنا مش نازل أشتري مكنة كابتشينو. ده اسمه الاختيار المفتوح. المفتوح يعني ايه؟ في عيوب وفي مميزات، مش طريقه شراء الثلاجه والغساله. فبكتشف في الاخر في خلال فتره الخطوبه علشان ما يحصليش مشاكل في الزواج. يبقى الوهم ان شريك حياتي هيتغير. ليه مش هيتغير؟ غير لو متواضع وبيحبني جدا عشان يبتدي يتغير. وانا بخطب او يعني داخل على فتره خطوبه، عندي 4 أعمدة لازم ابص عليهم، 4 عمدان لازم ابص عليهم. لازم يبقى عندي نضج عاطفي وعقلي. يعني شريك حياتي بيعرف يتحكم في مشاعره، بيعرف يتحكم في اعصابه، مش غضوب. كل ده بكتشفه مع شريك حياتي. في مواقف صغيره احنا ممكن في الخطوبه نكون بنتجمل، انا بتجمل وهو بيتجمل، ماشي، ده طبيعي. بس في مواقف كده بتبقى محوريه. لو احنا قاعدين في مطعم والاكل اتاخر، العصبيه بتاعته شكلها معايا انا شكله وهكذا. فبنحط لبعض كده تريكات عشان نكتشف النضج العاطفي والعقلي. لازم شريك حياتي يبقى عنده نضج روحي، علاقته مع ربنا حلوه، مش في المواسم. لازم نضج اجتماعي. يعني ايه نضج اجتماعي؟ يعني بيعرف يتعامل مع اسرته حلو، بيعرف يتعامل في الخدمه مع ابونا حلو ومع الخدام اخواته حلو، بيعرف يتعامل مع زمايله في الشغل حلو. يبقى ده اسمه عنده نضج اجتماعي. ويبقى عنده ثقه بالنفس، يعني يعرف ياخد قرار، ويعرف انا وهو لما بناخد قرار بيبقى واثق في نفسه، مش محتاج حد دايما يزقه في اتخاذ القرارات. طيب الوقايه بقى من المشكلات الزوجيه في كل اللي احنا قلناه. يبقى عندنا جذور فكريه مظبوطه، فكره عن الزواج مش واخدينها من الميديا. عندنا حاجات في العلاقات نتخلص من الأنا، ويبقى عندنا تواصل وعندنا أدوار، وكمان نقدر نبقى إعداد كويس للزواج. واحتياجاتي وقيمي أنا بنحاول نشوف احتياجات بعض ونحاول نشبعها. الوقاية من مشاكل الزواج بتبدأ من الطفولة، زي ما قلت لحضراتكم، بناء ثقافة جنسية وتربية مظبوطة للأطفال، لأن الأطفال فاتحين كاميرا 24 ساعة وبيسجلوا. فلو شافوا نموذج سيء في الزواج بيطلعوا متعقدين من الزواج. طبعا مع المراهقة بيبتدوا هو بيفهم اكتر، بيقرب من ماما اكتر، بيقرب من بابا اكتر، بيبقى في صداقه. فبيبقى في صداقه، هيعرف لما يجي يتزوج يعرف يصادق شريكه حياته، وكذلك الولد يعرف يصادق شريكه حياته. بنقول آية في الحته دي: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين. لو البيت فيه قداسه، لو البيت فيه نضج في التعامل، ولادنا هيطلعوا ماشيين في الطريق المظبوط. في زي ما الصوره اللي حضراتكم شايفينها كده، الطفل هو مرآة للبيت. البناء الزوجي لا يقتصر على الزوجين، بل يشكل الهواء الذي يتنفسه الابناء. لو في مناخ صراع هيبقى الزرع دبلان وثعبان كده. الخلافات الزوجيه المستمره تنتج شخصيه قلقه ومقصوره، انما التوافق، الاسره الناجحه التي تعيش في تفاهم، تبني شخصيه طفل سويه مستقره روحيا ونفسيا. الحته دي قلناها وقررها تاني: العلاقه الزوجيه هي علاقه مقدسه. انتم هيكل الروح الله، وروح الله ساكن فيكم. الحب ليس نجاسه وليس شهوه وليس كده. انا الغرض من الزواج هو اسعاد الاخر، وان انا افرح الاخر. بنعيش حاجه اسمها العفه الزوجيه. العفه الزوجيه دي بتبدا قبل الزواج بتوبه واعتراف. وفي العفه الزوجيه بنقول ان انا بحترم رغبات شريك حياتي. في فتره في الشهر ما يبقاش فيها علاقه، بحترم امكانياته وبحترم ظروفه، وهو برضه لو انا تعبان بيحترم ظروفي.
فهم العلاقة الزوجية بطريقة مظبوط هنتكلم عليها مرة لوحديها، لكن فهم ان العلاقة الزوجية دي مقدسة وان انا بأسعد الآخر وبفرحه، هو ده الغرض من حياتي الزوجية، هو اتحاد بالآخر لكيما اتحد بالمسيح. بقول النضج رحلة تبدأ ولا تنتهي، النضج رحلة تبدأ ولا تنتهي، مع المسيح بنكبر وبنفهم مع بعض. واثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.